أذكر واحد من فقهاء مذهب الإمام أحمد اسمه أبو منصور الخياط. أبو منصور بدأ في بدء طلبه بالقراءة في الفقه، ثم يقول: كنت أقرأ القرآن على أحد القراء وكان يقول لي: قالوا وقلنا وقلنا وقالوا فلا رجعنا إلى قولهم ولا رجعوا إلى قولنا فأي فائدة في هذا. يقول: ما قال لي شيء، فاستغربت أنا ما مناسبة هذه الكلمة وهذه الجملة في هذا السياق، أنا قاعد أقرأ عليه القرآن. يقول: أنا عرفت أنه فيما بعد أنه يقصد قالوا وقلنا النقاش الفقهي بين مثل الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام أحمد، فلا رجعهم إلينا ولا رجعنا نحن إليهم. يقول: فقرأت عليه مرة أخرى، قال: فقالوا وقلنا وقلنا وقالوا فلا رجعنا إلى قولهم ولا رجعوا إلى قولنا فأي فائدة في هذا. قال: فتركت علم الخلاف وأقبلت على القرآن وأقرأت الناس كتاب الله. رجل عنده مشروع، سنة لا، 10 لا. قال ابن الجوزي: بقي تحت سقف مسجده يقرئ الناس أكثر من 60 سنة. الله الله الله. ترى كل هذا النجاح العريض من كلمة في حلقة. يقول لك ابن رجب في ذيل الطبقات: أقرأ من العميان، خلي المبصرين 70,000 نفس. يا الله. فيجيب لك يقول لك والله أنه ترى هذا الرجل بقي في مسجده يقرئ الناس كما في ذيل الطبقات أكثر من 60، وقرأ عليه من العميان أكثر من 70,000 نفس. فرؤية بعد موته في المنام. شفت هذا المشروع الضخم؟ يا أبا منصور ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قال: بماذا؟ قال: بتعليم الصبيان فاتحة الكتاب. الله. في متناول يد كل واحد هذا المشروع. يا الله. كل واحد في متناول يد هذا المشروع. أحيانا أنت تستنطق نجاحات ابن تيمية العلمية، فبعض الناس يغلق الحلقة ويقول: أنا ما يمكن أن أكون. ليس بالضرورة أن تتحقق فيك كل هذه النجاحات، لكن بالضرورة أن يتحقق فيك ولو نجاح واحد. قيل للحسن: إلى متى وأن تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي تدخلني الجنة لم أكتبها بعد. أنت لا تدري أين يرحمك الله، ولا أين ينزل عليك خيره، ولا أين تلاحقك البركات والخيرات، وفي أي زاوية تأوي بك، وفي أي ركن تجدها. الإنسان أحيانا ربما يستقل مشاريع في الحياة لا يراها شيئا، لكنها في السماء أثقل من أحد. كانت اللحظة المدهشة في أعين الصحابة حينما صعد ابن مسعود على الغصن فرأى الصحابة دقة الساقين هاتين ملئتا إيمانا من أول ظفره حتى آخر شعر في رأسه. والصحابة ملهم الورع والحياء والأدب، فواضح أنه الجانب كان ملفت جدا. يعني الساق كانت تسرق عين الناظر إلى درجة أن الصحابة تعجبوا وعلقوا وما صمتوا. ويجيك الجواب المحمدي الذي يجلي لك أن قيمة كل إنسان بباطنه، وأن تلك المشاريع التي يحب الله أن تكون فيها أن الله لا يضيع لك عاقبتها ويتولاها الله بنفسه، والله غفور شكور. أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله إنهما أثقل عند الله من أحد. هذا الثقل أو الثقل ولدته تلك المعاني الإيمانية التي أوجدها الله في داخله. هذا الثقل أوجده هذه المشاريع الناجحة التي يحب الله عز وجل من عباده أن يكونون فيها، وأن يكونون في معاملها، وأن يكونون من عمالها وخدامها ومن حراس حدودها، وأن يكونون في جبالها وعلى رؤوسها، وأن يتفيأوا ظلالها، وأن يأكلوا من ثمارها. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه.